لو انت حاسة ان انت مش حاسة بقيمتك وكل الناس مش حاسين بقيمتك، فاسمعوا الفيديو ده، لان الكلام ده موجه ليكي من واحدة كانت بتعاني من ان هي مش حاسة بقيمتها لواحدة الحمد لله عارفة قيمتها كويس جدا. فاسمعوا الفيديو للاخر عشان تستفادي وتقولي لي رأيك في الكلام. هي بتتغير. بصوا، الناس تعرف. فلو انت حطيتي قيمتك مثلا في شخص، خلينا ناخدها كشخص، اقسم بالله هيمرمط بيك الارض، هيمسكك كده كبندول وهيوديك كده شيء وهياخدك كده شيء. والدنيا برضو لو حطيتي قيمتك مثلا في شغل، انا بقول الكلام ده لنفسي قبل اي حد بس بقوله عشان الناس كلها تستفاد. لو حطيتي قيمتك في شغل، برضو الدنيا هتديكي 100 قلم على وشك لحد ما تعرفي ان قيمتك مش في شغلك. في دماغي حاجة النهاردة، بقالها كام يوم كده، وكل شوية بقعد افكر نفسي بيه. قيمتك مش مرتبطة بشغلك، ولا قيمتك مرتبطة بشكلك الخارجي، ولا مرتبطة بصحابك، ولا مرتبطة بأهلك، ولا مرتبطة بفلوسك، ولا مرتبطة انت متجوزة ولا لا، او لو انت متجوزة مش مرتبطة بجوزك، ولا مرتبطة بعيالك، مش مرتبطة ولا بآرائك ولا في أفكارك ولا بمشاعرك، مش مرتبطة بأي حاجة خارجية. وأي حاجة تتغير اعرفي ان قيمتك مش مرتبطة بيه. ليه؟ اه لان احنا قيمتنا آه مش بتتغير، يعني قيمتنا مش بتعلى ومش بتزيد، ملهاش سعر ملهاش تمن، مش حاجة حد اصلا يقدر يمسكها. حتى احنا بحسها بصراحة زي روحنا كده. هل حد يجي يقولك روحك دي تسوى كام؟ 100 مليون جنيه؟ نقول اي مليار جنيه؟ لا. حد ينفع يسعر روحك او يسعرك؟ الإجابة لا. حد ينفع يقول الروح دي احسن من الروح دي؟ برضو لا. في نفس الكلام على قيمتك. ما ينفعش حد او انت نفسك، عشان غالبا احنا بنعمل كده بنفسنا، وسوري على ده بس مش هرتب وتعاملوا مع الموضوع. إيه ينفعش انت نفسك ولا حد يجي تختصري قيمتك كإنسانة ربنا كرمها وخلقها من روح وخلقها من لحم ودم. بس سيبك من لحم ودم، خلينا في ان ربنا خلقنا من روح. وعلى فكرة الروح غير النفس. اوعى حد يقولك ان الروح هي النفس، لا. الروح من امر ربي، من روح ربنا زي ما هو قال. انما النفس زي برضه ما ربنا قال، ونفس ان وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس دي آه، نفس فيها خير وشر. هي برضو حاجة مش ممسوكة، بس اللي هي حاجة بشرية، فاهمين؟ مش حاجة إلهية زي الروح. والجسد، احنا مكونين من دول، نفس وروح وجسد. اللي احنا شايفينه ايه واللي انتوا شايفينه دلوقتي الجسد. طيب هل انا عايشة بجسدي بس؟ اكيد لا. لو عايشة بجسدي بس ابقى موميا، يعني بعد الشر عليا. ابقى موميا ايه؟ ابقى جثة. بعد الشر عليا برضه. إيه، كلنا هنموت يعني. بس المهم لو انا عايشة بجسمي بس، او انا حطيت قيمتي كلها كبني ادم في جسمي بس وفي شكلي اللي الناس بس شايفاه، يبقى سوري يعني انا اختصرت واختزلت نفسي في جثة هتموت، جاية من تراب هتروح في التراب والدود هياكلها وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. طب لو انا حطيت قيمتي بقى في حاجة تانية، طب جسمي ده بتاعي حاجة تانية، طب حطيتها في حاجة تانية برا، فلوس مثلا، يا لهوي دي يا لهوي. الف... لو حطيتها في اي حاجة تانية برايا، فلوس، شغل، صحاب، حطيتيها في شخص بتحبيه، في ولادك، في عيلتك، حتى في سمعتك، اقسم بالله حتى في اي حاجة بتتغير، اي حاجة خارجية واي حاجة خارجية بتتغير. بصوا، الناس تعرف. فلو انت حطيتي قيمتك مثلا في شخص، خلينا ناخدها كشخص، اقسم بالله هيمرمط بيك الارض، هيمسكك كده كبندول وهيوديك كده شيء وهياخدك كده شيء. والدنيا برضو لو حطيتي قيمتك مثلا في شغل، انا بقول الكلام ده لنفسي قبل اي حد بس بقوله عشان الناس كلها تستفاد. لو حطيتي قيمتك في شغل، برضو الدنيا هتديكي 100 قلم على وشك لحد ما تعرفي ان قيمتك مش في شغلك.
وهتبقى خايفة ومرعوبة. وبرضه لو حسيت ان انت اللي جايبه الشغل ده لنفسك هتبقى خايفة مرعوبة. ولو حسيت ان شخص هو اللي جابلك الشغل ده هتبقى خايفة مرعوبة. ليه؟ لان الحقيقة لا انت اللي جبتيه لنفسك ولا ربنا ولا الشخص جابهولك. ربنا هو اللي جابهولك. ولا رميت اذا رميت ولكن الله رمى. هي نفس الموضوع. ربنا هو اللي بيسوق لي الشغل ليا، هو اللي يسوق لي الاشخاص الصح ليا، هو اللي بيجيب لي الحاجه كده لحد عندي ويقول لي اتفضلي، وانا اقول له شكرا يا رب، الحمد لله انك استجبت لدعائي، والحمد لله على نعمك. بحب قوي في اذكار الصباح والمساء. احنا دلوقتي بالليل، فاقول بتاعت بالليل: اللهم ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تحفة. البتاع ده اللي بتاع استغفر يعني الذكر ده بيريحني قوي، لان بحس ان أنا دايما بصراحة يعني هكون معاكم صريحة. لما بعمل حاجة ينفع قد اكتر، بس انا اللي ما قدتش، انا فتحت لكم قلبي زيادة عن اللزوم. ف انا اقول لكم اول مرة خدت بالي من الموضوع ده امتى. لما كنت في تالتة ثانوي، وكان في واحدة كانت بتقولي، يعني كان بعد الامتحانات تقريبا، كانت بتقولي لو انت عملت اللي عليك خلاص ما تخافيش في كده. فقلت لها عملت اللي عليا؟ انا عمري ما حسيت ان انا عملت اللي عليا. ثواني. انا عمري ما حسيت ان انا عملت اللي عليا. عارفين الطفل اللي كان بيجيب 18 من 20 فقالوا يقولوا له فين الدرجتين اللي فاضلين؟ انا الطفل ده. يعني ما نركزش على ال18 اجابة اللي احنا جبناهم صح، فنركز على الاتنين دول. انا لسه واخده بالي ان الموضوع ده بقى مش الاهل اللي يعملوه، انا اللي بقيت اعمله مع نفسي. ويعني انا مش بلوم اهلي لان هم كانوا فاكرين ان هم كده بيشجعوني، بس ما علينا. فانا دلوقتي مركزش بس على اللي انا بعمله صح، انا بركز على كل نواقص حياتي. ييه، وقد ايه الموضوع ده زبالة 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 زبالة. ده موضوع حلقة لوحده. احنا اصلا ايه اللي جبنا هنا؟ كنت بقول لكم ان انا بحس ان انا دايما مش بشكر ربنا كفاية، ومش بعمل اللي عليا ناحيته. وكلمة ان احنا كلنا مقصرين دي لا، مش بتريحني. لا يعني انا هستفاد ايه لما كلنا نبقى مقصرين؟ كلنا يعني نخش جهنم؟ انا هستفاد ايه؟ انا مالي؟ انا مش عايزة ابقى مقصرة يا عم مع المقصرين. ف